السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله نعمل مع بعض المخلل المشكل اللي هنستخدمه في رمضان. بإذن الله يطلع معاكي بطريقة ناجحة جدا جدا جدا. اتحداكي لو فشلت معاكي، بس امشي على الخطوات اللي انا هقولها لك. واهم حاجة الكام حاجة اللي هقولك عليهم ان انت تعمليهم فيه، ان انت تمشي عليهم، وان شاء الله بإذن الله هتكتبي لي في التعليقات وتقولي لي ان انا استخدمت طريقتك، وطريقتك دي ناجحة جدا وانا هعتمدها، مش هبطلها بعد كده تاني. النهاردة بإذن الله أنا هخلل معاكم. المخلل بتاعنا هيكون فيه بصل، وهيكون فيه فلفل، وهيكون فيه ليمون، وهيكون فيه قرنبيط، وهيكون فيه جزر، وهيكون فيه لفت. هبدأ ان انا اجهز معاكم الحاجة بتاعتي واحدة واحدة كده، وهقول لكم على الخطوات اللي هنتبعها عشان المخلل ما يبص ولا يتهري مني، ويقعد مقرمش ولونه وشكله جميل جدا زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. اهم حاجة كملي الفيديو للاخر علشان تعرفي الاسرار اللي جوه الفيديو، اللي هتخلي المخلل بتاعك ينجح معاكي ويفضل بلونه وقرمشته معاكي طول الشهر. كده انا معايا القرنبيط زي ما انتوا شايفين كده. جبت القرنبيطايه وقطعتها. طبعا انت تقدري تستخدمي الكميه اللي انت عايزاها، بس انا علشان خاطر كنت عايزه كميه كبيره فعامله الكميه اللي انتوا شايفينها دي. بتجيب القرنبيطه كده، ما بكسرهاش جامد، يعني يا دوبك بكسر الزهره من بعضيها كده، علشان دلوقتي هقولك هنعمل فيها ايه. ومعايا الجزر ومعايا اللفت، طبعا كل حاجتي دي غسلاها ومجهزاها، بس انا ما جبتش الخطوات دي علشان خاطر ما اطولش عليكم. وانا عارفة ان احنا كلنا بنات وستات شاطرين كده، واستحالة نعمل حاجة من غير ما نغسلها وننضفها قبل ما نستخدمها. معايا الليمون ده، وطبعا الليمون التاني الصغير غالي جدا دلوقتي، فانا استخدمت الليمون الكبير ده، وهقول لكم هنعمله ازاي. تعالوا بينا نروح على النار كده. معايا حلة على النار حاطه فيها مية سخنة بتغلي، ومعايا زهرة القرنبيط زي ما قلت لكم، مش مفرطاها جامد. انا يا دوبك بنزلها في المية السخنة، ما بكملش 3 دقايق بالظبط، او اقل كمان دقيقة بالظبط. يا دوبك بنزلها، مع اخر واحدة بنزلها بكون جايبة المعلقة بتاعتي ومطلعاهم تاني. يعني انا مش عايزاها تتسلق ولا تتهري، انا بنزلها بس علشان الريحة النفاذة اللي في القرنبيط تنزل في المية. اهو الفيديو كده انا مش مجريالكم فيه حاجة، ولا ان انا عاملة فيه ستوب كتير ولا اي حاجة. انا يدوبك نزلت القرنبيط بتاعي، جبت اللي هطلع فيه ورحت مطلعاه. ما بسيبهوش وقت كتير على النار علشان ما يتهريش مني. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ ان انا اطلعه. كل اللي هيتحط على النار دلوقتي او هيتسلق هوريلكم ان احنا هنعمل فيه ايه. بس اهم حاجة تابعي الفيديو بتاعي للاخر، وما تنسينيش ان انت تعملي لي لايك وشير للفيديو، علشان خاطر بتعب جدا في الفيديوهات، وبزعل جدا جدا لما بلاقي معلهوش تفاعل كتير. ما تنسينيش ان انت تكتبي لي تعليق حلو وتقولي لي رأيك في الفيديوهات بتاعتي ايه. كده تاني حاجة معايا اللي هو الليمون. والليمون ليه طريقتين. الليمون الكبير ده يا اما ان انا بجيبه بقطعه زي ما انتوا شايفين كده، وهو ني قبل ما احطه على النار، واستخدمه من غير ما اسلقه. بقطعه قطع صغيرة. طبعا الليمون الصغير غالي جدا، فاحنا طبعا بنتصرف. حتى المخلل اللي بنجيبه الايام دي، المخلل المشكل، المصانع نفسها مخللة الليمون ده. يا اما بحطه زي ما هو كده بس القشرة بتاعته بتبقى تخينة، يا اما ان انا بنزله زي ما انتوا شايفين كده زي القرنبيط بالظبط. بنزله ما بكملش، مع اخر ليمونة بنزلها بكون طلعته. ما بسيبهوش يغلي ولا بسيبه يتهري ولا اي حاجة. انا بس بنزله عشان ياخد سخونية، وان القشرة بتاعته تطرى شوية. ومعايا البصل هنا. وطبعا البصل ده انا المقطع بتاع البصل ده معرفش اتمسح ولا ايه، لان انا كنت نزلت البصل وخرجت طبعا، قضيت مشاويري وكده ورجعت له تاني. البصل بحط مية سخنة، بخلي المية السخنة بتغلي جدا، بتبقى بتغلي على النار، وبحط عليها 4 معالق خل كده، وبحط عليها معلقتين سكر، وبسقط فيها البصل، وبطفي عليها او بركنها على جنب لمدة 3-4 ساعات كده. يعني انا قضيت مشاويري كلها، وجيت اخر اليوم بدأت ان انا اكمل المخلل بتاعي. زي ما انتوا شايفين القشرة بتتشال بكل سهولة، وبيبقى مقرمش وطري وجميل. السكر طبعا دي بتحافظ على القرمشة بتاعة البصل، وكمان بتخليه ما يتهريش.
وما بنزلهوش، ما بغليهوش يا جماعة، انا بنزله في مية سخنة وبركنه على جنب. هو بيستوي على سخونية المية، علشان احنا مش عايزين نسويه ان احنا نسلقه، احنا عايزين نطلع منه برضو ريحة البصل النفاذة اللي بتبقى فيه دي. فان انا بنزل فيه الخل، والخل بيودي الريحة بتاعته، والسكر بيخليه يقعد يحافظ على القرمشة بتاعته. هنا شايفين القرنبيط ده بعد ما طلعته من المية، ببدأ بقى ان انا افرط الزهرة حتت صغيرة على حسب ما انت تحبي، على حسب المقاس اللي انت تحبيه في المخلل. وببدأ ان انا اجهز الجزر بتاعي، برضو اقطع الجزر بتاعي، بجهز المكونات بتاعتي كلها، وبعد كده ببدأ اتعامل. طبعا الرخامة نظيفة، للي هيعلق لي يقول لي انت بتقطعي الرخامة، انا غسله الرخامة كويس جدا ومنشفاها. ببدأ ان انا اقطع كده بالقطاعة بتاعتي، ولو ما عندكيش قطاعة ما توقفيش نفسك، تبدأ ان انت تستخدمي السكينة عادي جدا، لكن انا متوفرة عندي القطاعة دي. وعلى فكرة هي مش غالية، بس انا مش هقدر اقول لكم سعرها، لان دي الصراحة عندي من زمان، يعني ده انا جايباها من ايام جهازي، فهي عندي من زمان، ما اقدرش يعني مش عارفة سعرها. بس هي عامة سعرها يعني ممكن حاليا دلوقتي ما يتعدش ل35 جنيه، او ممكن اقل كمان، في حاجات بلاستيك وفي اشكال كتيرة غير كده. بس اللي انا عايزه اقوله لك ان انت ما توقفيش نفسك، ما تقوليش ان انا ما عنديش قطاعه، ده بس للشكل الجمالي، يعني علشان يبقى زي بتاع بره بالظبط كده. ببدأ ان انا اقطعه، لا هو تخين قوي ولا هو رفيع زي ما انتوا شايفين كده، وسط يعني، حسب ما انت تحبي برضو ان انت تخلليه دي براحتك. خدي مني الفكرة زي ما بقولك في كل الفيديوهات، خدي مني افكار وطبقيها براحتك، عايزة تزودي عليها براحتك، عايزة ان انت تعدلي عليها براحتك. ولو عدلت عليها وحاجة طلعت معاكي انجح من اللي انا عملته، ياريت تكتبيلي وتقوليلي وتفيديني عشان انا افيد غيرك. ببدأ ان انا برضو اقطع اللفت بتاعي كده زي ما انتوا شايفين، بقطعه واحدة واحدة. يا جماعة انا عايزة اقول لكم اللي بيتابعني من الفيسبوك وبيتفرج على الفيديو وكل حاجة، يا ريت تدخل تتابعني من قناة اليوتيوب، علشان تقدر ان انت تعمل لي اشتراك وتعمل لي لايك، لان ناس كتيرة بتبقى متابعاني من على الفيسبوك، وبعد كده ما بتقدرش تدخل، ان هي لما تدخل تحب تعمل لي لايك او ان هي تحب تكتب لي تعليق، طبعا بيقول لها تسجيل دخول وحوار كده. فاحسن حاجة ان انت تدخلي اكتبي قناة اهل الدار على اليوتيوب، هتلاقيني ظهرت لك على طول، تقدري تعملي لي اشتراك وتعملي لي لايك وتكتبي لي تعليق حلو زي كده تشجعيني بيه. وبرضه اتمنى منكم ان انتوا ما تخرجوش من الفيديو من الدقايق الاولى، لان كل ده بيأثر عندي. وطبعا الفيديو ده اتمنى ان انتوا تكملوه، لان فيه اسرار كتيرة وحاجات كتيرة لسه ورا هقول لكم عليها، دي اللي هتخلي المخلل ينجح معاكي، واستحالة يفشل تاني. بعد كده كل واحدة فيكم هتقولي خلاص انا اعتمدت المشروع ده ان هو يبقى مشروعي، وهفتح مصنع مخللات. زي ما انتوا شايفين كده قطعت الجزر وقطعت اللفت، انا بوريلكم طبعا مقاطع صغيرة، وبعد كده لان انا معايا كمية هقعد عليها انا اقطعها براحتي، وبعد كده هرجع لكم تاني. هنا كده خلاص خلصت الكمية اللي معايا كلها، والاصناف اللي معايا، انا معايا حوالي 7 اصناف هحطهم في المخلل. معايا فلفل، ومعايا بصل، ومعايا قرنبيط، ومعايا ليمون، ومعايا جزر، ومعايا لفت. طبعا انا مخلله مخلل الزيتون اللي نزلت لكم الفيديو بتاعه، وده كنت مخللاه من ايام موسم الزيتون، بس هو دلوقتي استوى، وانا حطيت معاه شوية مخلل زيتون، بس للأسف ان هو ما تصورش، يعني ما تصورش المقطع ده وما شفتوش. وانت لو ما عندكيش برضو ما توقفيش نفسك وتقولي لازم زيتون، لا عادي. ولو عندك اي يعني مثلا ما عندكيش غير ما عندكيش غير جزر وقرنبيط وبصل، ما تقوليش لا ده ناقص لفت وفلفل ومش عارفه، لا ما توقفيش نفسك، اللي موجود عندك خليه، والاصناف اللي انت ما بتحبهاش ما تحطهاش. كده الفلفل اللي معايا ده ببدأ ان انا اخرمه كده خرام صغيرة، علشان نطلع نسبة حرقان على المخلل، يخليه حراق شوية. برضو لو مش حابة تحطيه ما تحطيهوش. انا كنت بشرب جزر. المكونات بقى اللي هحطها على المخلل بتاعي، معايا جزر مبشور، ومعايا هريسة شطة. هريسة الشطة طبعا زي اللي وريتها لكم واحنا بنخلل مخلل الزيتون. ومعايا حبة البركة، هحط معلقتين حبة البركة كده.
ومعايا ملح وسكر. السكر زي ما قلت لكم مادة حافظة، وفي نفس الوقت بيحافظ على قرمشة المخلل. ببدأ ان انا اقلب المكونات كلها كده مع بعض واحدة واحدة. طبعا تقدري تحطي الكمية كلها على الكمية بتاعتك كلها مرة واحدة وتقلبيها، بس انا زي ما قلت لكم الكمية عندي كتيرة، والصينية اللي انا حاطة عليها مش عارفة اتحكم فيها ان انا اقلب فيها. فانا بدأت احط في الطبق بتاعي كده شوية شوية واقلبهم واعبيهم في البرطمان واكمل. خدي مني الطريقة وخدي مني الفكرة واعملي، جربي الطريقة اللي انت عايزاها، اعملي بأي طريقة انت تحبيها براحتك. ببدأ كده ان انا اعبيه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما بسلقش الفلفل علشان الفلفل ما يتهريش، هو كل كده هيستوي مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا رمضان على الابواب، ربنا يعود علينا وعليكم بخير يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. وان شاء الله يكون ايامه سهلة وبسيطة كده. وربنا يستر بيوتنا كلها ويملاها عمار كده يا رب. ان شاء الله احنا ما بنجهزش رمضان عشان ما فيش حاجة في رمضان، بس بنسهل على نفسنا الامور. كمان رمضان ده هيبقى عندنا مدارس، وهيبقى يعني هنبقى مشغولين فيه شوية غير اوقات الصلاة والعبادة طبعا. ففي الاحسن يعني لو تقدري ان انت تجهزي حاجتك وان حاجتك تكون جاهزة معاكي، ده بيكون احسن واريح لك. اما لو امكانياتك ما تسمحلكيش وهتقدري تمشي يوم بيوم زي الايام العادية، فعادي خالص. ما يعني هو مش لازم رمضان ان احنا نخزن له ونحوش له. تعالوا اقول لكم المحلول بتاعي اللي حطيته. حطيت ايه؟ حطيت معلقتين هريسة شطة، وحطيت كمية الملح المناسبة اللي هفضل ادوق المحلول المية بتاعتي لحد ما الاقيها اتظبطت. وحطيت معلقة سكر ونص معلقة حبة البركة. انا بحب حبة البركة في المخللات جدا، بتديلها طعم وريحة جميلة، وكمان بيبقى شكلها حلو. ببدأ ان انا ادوق المية بتاعتي لحد ما احس ان هي اتظبطت معايا وبقيت ان هي مظبوطة، ما تخليليش المخلل بتاعي يبوظ. لاحظوا ان كل اللي حاطينه في المخلل ده حاجات مسكرة، يعني اللفت مسكر والجزر مسكر والبصل مسكر. فاظبط المية والملح بتاعي علشان خاطر كل ده هياخد من محلول هياخد من السكر. يعني السكر بتاع الجزر والبصل واللفت هيسحب من الملح بتاع المحلول اللي احنا عملناه. فاظبط المحلول بتاعي، وبعد يومين كده او 3 ايام ببدأ ان انا افتح عليه وادوقه، اشوفه لو محتاج ملح او مظبوط كده. زي ما معوداكم ان اي مخلل نعمله بعد يومين بالظبط او 3 ايام، وبالذات المخلل اللي هيقعد شوية نبدأ ان احنا نفتح عليه وندوق الملح بتاعه. طبعا لان الحاجات دي زي ما قلت لكم مسكرة كلها، فهتبدأ ان الملح يغير معاكي. فعشان المخلل ما يتهريش معاكي وتبقي ضامنة ان ملحه مظبوط، بعد يومين بالظبط تبدأي ان انت تفتحي عليه. اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم ولا ان انا اكون رغاية، وان انتوا تكونوا اخدتوا بالكم من كل التفاصيل اللي قلتها لكم في الفيديو، وتتبعوا الخطوات بتاعتي. واللي يجرب طريقتي ويعجبه، اتمنى ان انت تكتبي لي تعليق حلو زي كده، وان انت تقولي لي ان طريقتي عجبتك وان هي ما فشلتش معاكي، وان انت هتخليه مشروعك الجاي ان شاء الله. استودعكم الله، وما تنسونوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، قناة اهل الدار.